ربع نهائي دوري ابطال افريقيا اصبح من المؤكد ان الاهلي هيخرج منها بمواجهه ناريه، ومؤكد برضو ان هي عربيه، لان الثلاث فرق اللي المفروض ان الاهلي هيواجه حد منهم الثلاثه عرب، والثلاثه سبقوا وفازوا ببطولات افريقيه، فتقدر تقول عليها مواجهه من العيار الثقيل كده كده ايا كان الاهلي هيواجه مين، بالذات ان الثلاثه في الفتره الاخيره بيقدموا مستوى ممتاز سواء في دوري ابطال افريقيا او في دورياتهم. يكفي اقول لك ان في احتماليه كبيره الاهلي يواجه الترجي تاني علشان يكون تكرار للنهائي الاخير، واكيد المره دي الترجي مش هيحاول يعدي الماتش ده من ايديه ابدا، هيحاول يجيب حقه باي طريقه، هيحاول يرد اعتباره قدام الاهلي. الاهلي يا صديقي باختصار صعب مهمه التاهل في ربع نهائي البطوله، لانه تاهل كتاني للمجموعه مش اول، مش بس لان كده الاهلي هيواجه فريق من المتصدرين، لا ما هو عادي اوقات الفريق بيتاهل كمتصدر ويواجه فريق صعب جدا زي اي حد هيواجه الاهلي ايا كان اسمه ايه، مع احترامي للكل. الفريق اللي هيواجه الاهلي هيكون صاحب الحظ الاسوأ من اللي تصدروا مجموعتهم، الفريق يتعب ويطلع عينيه عشان يتصدر المجموعه وفي الاخر يواجه الاهلي. حط نفسك مكانه يا اخي، وان حد هيقول له امال فين المشكله؟ المشكله في ماتش الاياب، ماتش الحسم كده، المباراه اللي هتحسم التاهل من دور ربع النهائي مش هتكون في القاهره ايا كان مين هو المنافس. ومش عايز اقول لك لما بنلعب خارج الارض قدام فرقه عربيه الموضوع بيكون صعب ازاي. وان حد هيقول لي استنى يا عم سعيد انت مش عارف بتتكلم عن ايه، ده احنا الاهلي، احنا اجمد واقوى فريق في افريقيا ما فيهاش كلام، عد النجوم اللي على التيشيرت وشوف انت بتعرف تعد لحد كام. وبعدين اللي عينه على البطوله ما يفكرش مين هو المنافس، ولا بره ارضي ولا على ارضي، يكسب اي حد. الكلام ده جميل بالنسبه للتاريخ لكن الحاضر لا. وبعدين هسالك سؤال، لو انت شايف كده انت جامد يعني فريقك متقل قلبك للدرجه دي، سكواد الاهلي وادائه مخليك مش فارق معاك هنواجه مين، هاتوا التخين يلا، ما انت عارف اللي فيها يا صديقي، مش محتاج اقول لك احنا في الفتره الاخيره حكايتنا على الله ماشيه بالبركه صدقني وبالتيشيرت مش اكتر. احنا دلوقتي لما بنواجه فريق عنده بربع جنيه كوره بيقدر يكسبنا عادي، ولو حصلت يعني لو حصلت وكسبناه اما بطلوع الروح او بضربات الجزاء، وده حال ماتشاتنا الكبيره كلها من بدايه الموسم. وان حد هيقول لي ايه التشاؤم ده، هو الفريق يخوف للدرجه دي؟ الحقيقه على اللي فات ومن بدايه الموسم الفريق يخوف فعلا، لكن لسه عندي امل كبير ان الاهلي يتغير في النص الثاني، الجزء الاهم ده اللي فيه دايما الحسم وده اللي فيه البطولات وده اللي عاده الاهلي بيكون فيه اقوى، لكن طبعا بالصفقات الجديده مش بالاسكواد الحالي ابدا. المهم يا صديقي اكيد عرفت هنتكلم مع بعض في حلقه النهارده عن ايه؟ قرعه ربع نهائي دوري ابطال افريقيا. هنعمل القرعه طبعا زي ما اتعودنا مع بعض، ولا سحر ولا شعوذه زي ما انت فاكر، وهنتكلم طبعا عن كل منافسين الاهلي بشكل مختصر وسريع جدا، وهقول لك من وجهه نظري مين هو المنافس الاسهل بالنسبه للاهلي والاصعب. بس قبل ما نبدا الحلقه ونروح للتفاصيل لازم اقول لك على سؤال الحلقه، تحب الاهلي يواجه مين في ربع نهائي البطوله؟ وما تنساش كمان تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجديده قبل اي حد، ما هو انت مش اي حد، احنا عشره قديمه. وكمان ما تنساش اللايك للفيديو، ويلا ندخل في التفاصيل على طول. خلينا الاول كده نتعرف مع بعض بشكل سريع جدا على الفرق اللي تاهلت من مرحله المجموعات. الفرق اللي تاهلت في التصنيف الاول: الهلال السوداني، الجيش الملكي المغربي، اورلاندو بيرتس الجنوب افريقي، والترجي التونسي. اما اللي تاهلوا كتواني للمجموعات: مولوديه الجزائر، صن داونز الجنوب افريقي، الاهلي المصري، وبيراميدز المصري. طبعا في القرعه زي ما انت عارف كل فريق من التصنيف الاول هيواجه فريق من اصحاب التصنيف الثاني. طب ايه القوانين؟ في قوانين في القرعه ولا اي حد يواجه اي حد؟ لا طبعا في قوانين، لكن هو قانون واحد مش بيتغير، ما ينفعش فريقين كانوا مع بعض في نفس المجموعه يواجهوا بعض تاني. يعني الاهلي مثلا ما ينفعش يواجه اورلاندو، لكن عادي جدا ممكن فريقين من نفس البلد يواجهوا بعض زي مثلا اورلاندو وصن داونز. وان حد هيقول لي يعني ممكن الاهلي يواجه بيراميدز عادي؟ دي حاجه كده شبه بديهيات حماده هلال. لا طبعا ما ينفعش، لان ما شاء الله الاثنين اتاهلوا كتواني لمجموعاتهم وبالتالي في نفس التصنيف. طيب الاهلي ممكن يواجه مين من اصحاب التصنيف الاول؟ طبعا الهلال السوداني والجيش الملكي المغربي والترجي التونسي، ثلاث فرق عربيه محترمه جدا واصحاب اسماء كبيره، وكلهم مواجهتهم هتكون صعبه. لكن السؤال الاهم، مين منهم اصعب منافس للاهلي ومين الاسهل برضه؟ هقول لك على الاصعب في الاول، الترجي التونسي طبعا، وصيف النسخه الاخيره من البطوله واللي كان بطلها الاهلي، يعني طرفين النهائي بيتواجهوا تاني. الترجي من غير ما زوق الكلام كتير في اخر كام سنه خد على عينه كتير من الاهلي، واكيد مواجهه زي دي هتكون بالنسبه له بمثابه رد الاعتبار. والترجي حاليا بيعيش حاله كويسه جدا، تصدر مجموعه كانت صعبه فيها بيراميدز، وعلى مستوى الدوري التونسي يقدر يتصدر الدوري لو كسب المباريات المؤجله ليه. والفريق الحقيقه عنده 11 لاعب ممتازين، التشكيله الاساسيه محترمه وعدد من الاجانب كويسين جدا. مشكله الفريق الوحيده هي الدكه، ما عندوش دكه قويه. الترجي في الموسم الحالي واحد من اقوى المرشحين للفوز بالبطوله، واكيد لو حصلت مواجهه مع الاهلي هتكون دي اقوى مواجهه في دور ربع النهائي، نهائي مبكر ما فيش كلام. الترجي على فكره طول مرحله المجموعات ما استقبلش الا 3 اهداف بس، هو بيعتبر ثاني اقوى خط دفاع في البطوله. الحقيقه بدري قوي عشان نتكلم على الجانب الفني لان المباريات لسه شويه، وفي انتقالات حاليا شغاله ممكن تقلب الموازين 180 درجه، والفريق اللي مش مرشح النهارده ممكن يكون مرشح بقوه على الثاني. اما ثاني اصعب فريق بالنسبه للاهلي هو الجيش الملكي المغربي، مواجهته على فكره ما تقلش اهميه عن مواجهه الرجاء والوداد المغربي. ما تنساش ان الملك المغربي تصدر مجموعه كانت صعبه جدا فيها الرجاء المغربي، فيها صن داونز، ايوه مش بيعيشوا افضل حالاتهم، بس يحسب له جدا ان تصدر المجموعه على حسابهم. على فكره هو سبق قبل كده واجه الاهلي مره واحده في نهائي كاس السوبر الافريقي عام 2006، وقتها الاهلي حقق الفوز بضربات الجزاء. الاهلي في السنين الاخيره ليه تفوق كبير جدا
ملحوظ من ناحيه النتائج على الانديه المغربيه، حتى في المغرب كمان. دي حاجه مش عايزه كلام، ارجع للنتائج وانت تعرف. بس ده ما يقولش ابدا ان المواجهه هتكون سهله، بالذات في ظل الظروف اللي فيها الاهلي حاليا. ولو الاسكواد ما بقاش اتقل من كده صدقني الاهلي هيعاني علشان يعدي. اما ثالث فريق ممكن يواجهه الاهلي هو الهلال السوداني، الفريق اللي بيقدم في الموسم الحالي موسم استثنائي رغم الظروف الصعبه اللي بيعيشها النادي. تخيل ان هو بيشارك في دوري مش الدوري بتاعه، في الدوري الموريتاني، وعنده مباريات مؤجله لو كسبها هيتصدر الدوري، وفي نفس الوقت تصدر مجموعته في دوري ابطال افريقيا. كل مبارياته بيلعبها خارج ارضه في موريتانيا، ودي واحده من اهم النقاط اللي بتخلينا اشوفه اسهل فريق ممكن يواجهه الاهلي. هو فريق كبير جدا، فريق محترم، لكن نقطه ان هو بيلعب بعيد عن ارضه تسهله جدا لاي منافس، بالذات لو كان المنافس ده كبير بحجم الاهلي. وهنا حد هيقول لي بس كده الفريق بيلعب من غير ضغوط، بالعكس ممكن يقدم مباراه احسن. هقول لك ببساطه، انت اكيد نسيت المباريات اللي بيلعبها الاهلي في السودان بتبقى عامله ازاي، وجماهير الهلال بتعمل ايه في المباريات دي. الموضوع ما بيكونش مجرد 90 دقيقه في ارض الملعب ما بين 11 لاعب و11 لاعب، لا ابدا، الموضوع بيعدي الحدود بكتير. فالماتش اكيد لو بيتلعب في السودان هيكون اصعب مليون مره، لكن بما ان الفريق بيلعب خارج ارضه فده اكيد هيكون اسهل. وهرجع اقول لك هو اسهل منافس بالنسبه للاهلي، والاصعب هو الترجي من وجهه نظري. هستنى اشوف رايك طبعا في الكومنتات. تعالى بقى يا صديقي نعمل مع بعض القرعه ونشوف الاهلي ممكن يواجه مين. بالنسبه لميعاد القرعه هو لسه ما اتحددش لحد دلوقتي، لكن بنسبه كبيره هيكون خلال اسبوع او اتنين مش اكتر. هنا موجود فرق التصنيف الاول وهنا موجود فرق التصنيف الثاني. طبعا زي ما قلت لك في فرق ما ينفعش تواجه بعض لو في فريقين كانوا مع بعض في نفس المجموعه. نسحب اول ورقه من التصنيف الاول. الهلال السوداني، الفريق اللي سبق وفاز بدوري ابطال افريقيا 3 مرات، واللي انا شايف انه المنافس الافضل للاهلي. يا ترى ممكن يجي الاهلي ولا فريق تاني؟ خلينا نشوف. ايه ده؟ غريبه جدا، انا مستغرب انها طلعت بس ماشي. نرجع نسحب فريق من التصنيف الاول. الملك المغربي، شوف هيواجه مين من فرق التصنيف الثاني. مولودية الجزائر، طبعا ما كانش معاه في نفس المجموعه وبالتالي ينفع يواجهه عادي. نسحب فريق من التصنيف الاول. اورلاندو. نسحب ورقه من التصنيف الثاني. بيراميدز. اخر طبعا فريق هنا الترجي التونسي. وهنا اخر فريق هو صن داونز. دي مواجهه قررت كتير في السنين الاخيره. وهي دي يا صديقي نتائج القرعه بتاعتنا. بالنسبه لمواعيد المباريات ان شاء الله هتكون في نهايه شهر مارس، بالتحديد يوم 28 و29 مارس. لسه في فتره كبيره على المباراه، وده حاجه كويسه جدا بالنسبه للاهلي، لان زي ما قلت لك في بدايه الفيديو الاهلي دلوقتي مش في افضل احواله ومحتاج دعم وصفقات كتير. والغريب انا مستغرب ان لحد النهارده تقريبا 20 يناير الاهلي ما عملش اي صفقه واحده بشكل رسمي، رغم ان الفريق محتاج تدعيم تقريبا في كل الخطوط، خط الدفاع والوسط والهجوم، وحالتنا وصلت لمرحله صعبه. تخيل ان الفريق بيلعب قدام اورلاندو بدون وينج اساسا، باقي 10 ايام بس تقريبا وباب الانتقالات يتقفل. ده على مستوى اللاعيبه الاجانب، محليا الفتره اطول شويه، لكن الاداره متاخره قوي في التعاقدات. انا لسه متفائل ولسه ما زال عندي امل طالما لسه باب الانتقالات مفتوح، واتمنى ان الاداره في الاسبوع اللي جاي او ال10 ايام اللي باقيين في الانتقالات يفاجئونا بالتعاقد مع اكتر من لاعب يفيدوا الفريق فعلا. على حسب الاخبار فتقريبا الاهلي حسم التعاقد مع لاعب اجنبي جديد وينج، وهيتم الاعلان رسميا خلال الساعات اللي جايه. لكن اكيد لاعب واحد مش كفايه، احنا محتاجين عدد كبير من اللعيبه عشان نقدر بجد نعمل رومنتادا في النص الثاني من الفريق. بدا وحش جدا، لكن لسه باقي الجزء الاهم من الموسم، الجزء الثاني، ده الجزء اللي فيه حسم البطولات الكبيره، بطوله الدوري، بطوله دوري ابطال افريقيا، ومن بعدهم ان شاء الله المشاركه في كاس العالم للانديه. فمهم قوي التعاقدات والصفقات في يناير، هي دي اللي هتوريك بنسبه كبيره ملامح الموسم بتاعنا هيبقى ايه. لان الحقيقه لو ما تمش التعاقد مع اكتر من لاعب كويسين جدا وممتازين كمان، الموسم ده ممكن يبقى موسم كارثي. ان شاء الله ده ما يحصلش وانا لسه متفائل. نشوف بقى بعد ما يتقفل باب الانتقالات هفضل متفائل ولا هتوكس ولا ايه اللي هيحصل، ولا هنقضي باقي الموسم صياح على اللي بيضيع مننا، واحنا مش متعودين على كده، وعايزين نحقق البطوله الثالثه الافريقيه على التوالي اللي عامله لنا عقده مش عارفين نحققها ابدا. كل مدرب محترم يجي النادي يعمل بطولتين ورا بعض افريقيين والثالثه يخيش. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه الحلقه النهارده. ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الحلقات الجديده قبل اي حد، واهم من كل ده اللايك للفيديو ورايك في الكومنتات بيهمني جدا. اشوفك الحلقه الجايه على خير. سلام.